بما ان الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. اتمنى لكم الخير، بس النهارده المساء صعب يبقى خير، واكيد انتوا عارفين السبب. طيب، في جدل كتير منتشر عن ماتش مصر والارجنتين، والحقيقه صعب نحط العاطف على جنب، وحتى لو اتكلمنا بجزء في عقل شويه فالعاطفه هتبقى هي المسيطره علينا بلا شك. احنا النهارده جايين نتكلم بلغه تفهمني وافهمك فيها، لان هيظل هو ده شعار كنترول زد. هنقسم الموضوع نصين، نص حوالين الحكم والماتش والجدل واراء الصحف العالميه واراء المحللين العالميين، ونص عن الاخطاء الفنيه وكلام رئيس لجنه الحكام وميسي هل الفيفا بتطيله ولا لا، وانفانتينو وترامب والعلاقات الخفيه اللي بينهم اللي احنا اصلا اتكلمنا فيها قبل كده. اول سؤال بيطرح نفسه، هل الشعب المصري خاسر سيء، او زي ما بيتقال اليومين دول احنا باد لوزر؟ يعني هنفترض روايه كده يا كابتن بهاء ان الحكم ما ظلمش حد، هو حكم بالعدل بس ادار الماتش بشكل سيء مثلا، بس السيناريو هو اللي صعب علينا اننا نصدقه. 3 اهداف في 10 دقايق مش حاجه سهله برضه، خصوصا وانت كسبان 2-0 زي ما حصل في ماتش مصر والجزائر، وبعد سنين اكتشفنا ان كل اللي حصل ما هو الا غضب واندفاع. الحقيقه انا معاك في جزء بسيط من كلامك، الضغط النفسي وسخونه الماتشات تخلينا في بعض الاحيان نفقد اعصابنا، واحيانا بنقول كلام ملوش اي منطق، ولو فكرنا فيها تاني بعد ما بنهدى بنقول ازاي انا فكرت بالشكل ده، وده كلام بديهي يعني. وانا شايف ان كل ده من حق الناس، وطبعا ما ينفعش نلومهم. من حقك انك تغضب وتاخد مساحتك الشخصيه اللي تغضب فيها وتعبر عن ارائك، ومش من حقنا احنا اننا ننظر عليها، لكن نركن نقطه الغضب والاندفاع على جنب، ولازم نفتكر الحقيقه الاكبر، وهي ان الارجنتين كمنتخب هو فائز سيء. ما بالك بقى لو خاسر هيعمل ايه؟ وده انا هعرضه لك بلقطات كتير، اولهم واشهرهم حارس مرمى استون فيلا ايميليانو مارتينيز. يا سيدي اخد جايزه احسن حارس في كاس عالم 2022، فجاه وهو بيستلم الجايزه عمل احتفال بذيء ومش مفهوم سببه. هو عمل كده ليه يا ابني؟ انت ما حدش جه جنبك، انت كسبان جايزه احسن حارس. طبعا الاسئله زادت وراحت ناحيه ايميليانو، انت مالك يا ابني وايه اللي انت بتعمله ده؟ ايميليانو جاوب ورد وقال لك ايه، انا عملت كده عشان جماهير فرنسا اطلقت عليا صفارات استهجان، اصل انا ما بحبش الغرور. الحقيقه عذر اقبح من ذنب، جميع لاعبي العالم بيتعمل عليهم صفارات استهجان وما شفناش منهم فعل قبيح شبه ده. ولما سالوا ايميليانو في نفس الموضوع بعد 6 شهور قال لهم بصراحه العيب مش عليا، العيب على الزمايل اللي خلوا البخت مايل. صحابي رهنوني وقالوا لي ياض يا ايمي تقدر تعمل نفس الحركه اللي عملتها في بطوله الكوبا اللي فاتت؟ قال لهم طب لو عملتها؟ قالوا له تبقى راجل وقدوه وملكي وايقوني. يعني حتى زمايله مش قرفانين من فعل زي ده. ايميليانو ما استكفاش بالفعل القبيح ده، واثناء تجول الاتوبيس بتاع الارجنتين احتفالا بكاس العالم ايميليانو جاب عروسه لعبه صغيره وحط عليها وش امبابي وقعد يرقص معاها. وبالمناسبه امبابي مسجل فيه هاتريك غير ضربه جزاء. بس انت ممكن تيجي تقول لي ايميليانو ده حاله فرديه وعادي، لاعب غير منضبط جوه المنظومه وحركاته طفوليه ومش مسؤوله، يعني بتحصل في احسن العائلات. هقول لك الموضوع مش عند ايميليانو بس، في نفس كاس عالم 2022 لعيبه الارجنتين في ماتش هولندا بعد تسجيل لوتارو وضربه الجزاء الاخيره طلعوا يحتفلوا ويستفزوا لعيبه هولندا المنهاره على الارض. ولما سالوا اوتوميندي انتوا عملتوا كده ليه، قال لك كان في لاعب هولندي كل ما حد فينا يروح عشان يشوط ضربه الجزاء بيدخل يقول له كلام مستفز. بعيدا عن انه اوتوميندي ما ذكرش مين اللاعب ده، لكن الحقيقه ما فيش اي صحيفه اتكلمت عن اللاعب ده او موقع او حتى على السوشيال ميديا، والموضوع ما وقفش لحد هنا. ميسي في الماتش ده كان المفروض يكون مطرود. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. بعيدا ان ده كان ماتش مصارعه وفي كذا التحام ما اتحسبش، لكن الموضوع هيبقى لسببين. اول سبب، ميسي بعد ما سجل الهدف راح يستفز فنخال المدرب الهولندي، وميسي طلع اعترف بالكلام ده. وطبعا يا جماعه الاحتفال اللي بيستفز الخصم بيكون عليه انذار. والمره الثانيه هي تعمد ميسي انه يلمس الكره بايده، ودي برضه بيكون عليها انذار، والحكم طبعا ما كلموش. واي حد شاف الماتش ده عارف كلامي كويس، ميسي ما استكفاش بكل اللي حصل في الماتش ده وطلع انتقد الحكم ولجنه الحكام، وقال بالنص انا كنت خايف اول ما عرفت مين الحكم اللي هيحكم، وماتشات مهمه بالحجم ده ما ينفعش تكون لحكم غير كفء زي ده. هل تجاوزات لعيبه الارجنتين في فرحتهم وقفت كده؟ الحقيقه برضه لا. لقطه ثانيه، بعد ما الارجنتين اخذت كوبا امريكا 2024 انزو فرنانديز اللي سجل فينا الهدف الثالث فتح لايف على انستجرام وهو في اتوبيس المنتخب وبيحتفل مع اللعيبه، عشان نتفاجئ انه بدون مبرر لعيبه الارجنتين بتغني اغاني عنصريه على لعيبه فرنسا. طب انت لسه كسبان بطوله في امريكا الجنوبيه، مالك ومال فرنسا؟ ده ماتش فرنسا خلص من سنتين. الفعل ده قابل استنكار من ناديه تشيلسي اللي حوله للتحقيق ومن زمايله اللي وصفوا فعله بانها عنصريه صريحه ومن غير حدود، لكن انزو على عكس ايميليانو طلع اعتذر عن فعله وقال بلاش تبرير. يعني يا كابتن بهاء كل ده وهم كسبانين، امال لما بيخسروا بيعملوا ايه؟ هيرمونا بره البلد؟ والله يشوف بيبقوا الباد لوزر اللي انت بتقول عنه. يعني ميسي شخصيا طلع اتكلم بعد ما خسر ماتش البرازيل وخرج من كوبا 2019 وقال بعض الامور تسبب لك التوتر وبتخرجك من المباراه، الحكم ليس عادلا. ميسي ما اكتفاش بكده واتهم اتحاد امريكا الجنوبيه لكره القدم بالفساد، وقال هم مظبطين البطوله عشان تاخدها البرازيل في الاخر. وطبعا كل الظلم اللي انا بتعرض له ده طبعا بسبب تصريحات الاخيره ضد الحكام، فهم قالوا يظلموني ويعملوا معايا التصرفات دي. كمان ميسي رفض يستلم جوائز المركز الثالث وقال لك مش هكون جزء من الفساد وقله الاحترام دي. وطبعا اتحاد امريكا الجنوبيه كان عايز ياخد موقف رادع مع تصريحات ميسي وكانوا هيوقفوه لمده 2 سنين، بس بعدين تراجعوا في القرار ده عشان عرفوا ان ده هيضيع المشاهدات وخلافه، واكتفوا بايقاف ميسي لمده 3 شهور. نفس اوتاميندي تاني هو وهي لقطه تانيه لما الارجنتين خسرت من كرواتيا 3-0 في كاس عالم 2018 راح اوتاميندي وشاط الكوره في وش راكيتيتش اللي واقع على الارض بشكل متعمد، وحصل اشتباكات بين الفريقين بسبب اللقطه دي اللي في نظري ملهاش اي 60 لازمه. انت خسران 3-0 ومفيش لاعب من هولندا جه جنبك، يعني ما تخسر وانت ساكت. وطبعا اللقطه الاشهر واللي يمكن ناس كتير نسيتها ماسكرانو مثلا في تصفيات كاس العالم
العالم 2014 وفي ماتش كانوا متعادلين فيه مع الاكوادور هبت في دماغه، وتخيلوا كده ضرب مين؟ اللاعب لا، المدرب لا، الحكم برضه لا، الحكم الرابع لا، ضرب سواق عربيه الاسعاف. يعني بيعمل ايه سواق عربيه الاسعاف ده عشان تضربه؟ وطبعا الحكم راح مديله طرد. فالحقيقه مش هقول لك ان مصر باد لوزر، لان ما حدش ضرب الكوره في وش لاعب ولا عمل احتفال بذيء ولا ضرب الراجل بتاع الاسعاف حتى. احنا يا دوب زيكو طلع يقول الحكم مش عادل وهو مقهور، وده طبيعي، مش بس عشان السيناريو القاسي، عشان اي بني ادم بيحاول يدور على اقرب شماعه زي ميسي لما دور على شماعه الحكام. احنا غضبانين نتيجه الخساره بالشكل ده، وده طبعا لازم وضروري، وصعدنا الامور تصعيد زياده عن اللزوم، بس برضه هرجع اقول لك ده شيء عادي. ميسي ذات نفسه اتهم الاتحاد بتاعه بالفساد لانه اصدر قرارات في نظره هي ظالمه، ومحدش قال له روح امسح دموعك ولا ايه التصعيد ده، بل الناس وقفت معاه وقالت لحد امتى الكوره هتفضل تظلم ميسي؟ هتيجي تقول لي يا كابتن بهاء ما هو الضرب ده مش لعيبه الارجنتين بس اللي بتعمله، دي ثقافه سائده في امريكا الجنوبيه وفي بطوله الكوبا. الراجل ده لولا ان في حكم كنا افتكرناه ماتش MMA. هقول لك دي حقيقه، واقرب مثال هو ماتش البرازيل والارجنتين في كوبا 2021. الماتش ده شهد 41 فاول، ورغم كميه التدخلات الغبيه والواضحه والمتعمده الماتش ما فيهوش غير 9 انذارات بس، وما فيش ولا اي طرد. لكن الكلام ده هناك في الكوبا اللي بيتفرج عليها سكان امريكا الجنوبيه، انما في كاس العالم بتاع كل العالم ما ينفعش الكلام ده يبقى موجود. الفكره بقى مش هنا، الفكره ان لعيبه الارجنتين مسموح لها تضرب اي حد في اي وقت، وده هنعرضه بكذا لقطه. وانا مش بكلمك في نظريه مؤامره دلوقتي لان دي هنتكلم فيها بعدين، بس اللي بيعمله لعيبه الارجنتين مش بينطبق على ماتش مصر بس، الكلام ده من اول ماتشات الارجنتين في كاس العالم. هي من الاخر سرديه فرقه كبيره قصاد فرقه صغيره، والارجنتين كفرقه كبيره استفاد قدام فرق زي الجزائر والنمسا والاردن. يمكن الهاتريك واهداف ميسي خلت الناس معميه شويه لحد ما حصل الصدام القوي مع منتخب بلده. يعني روميرو على سبيل المثال في ماتش النمسا تعمد يضرب 2 لعيبه بشكل واضح، الحكم ما حسبش اي حاجه. وفي ماتش كاب فيردي قام واخد المدافع بالحضن وبرضه الحكم ما حسبش حاجه. وفي نفس ماتش كاب فيردي هو قام عرقل اللاعب بشكل متعمد، وده واضح من اللقطات، وبرضه الحكم ما خدش اي قرار واكتفى بس بانه يحسب فاول. راح روميرو مكررها مره ثالثه في نفس الماتش في الدقيقه 107، يعني المفروض اقل حاجه اضعف الايمان تديله انذار، لكن ده ما حصلش. فبنشوف ان روميرو بيكرر نفس الحركه بنفس كل حاجه قصاد منتخب مصر، لانه ببساطه عارف ان مفيش قانون هيعاقبه. لاعب مفروض يتوقف من تاني او ثالث ماتش، لكن هو متاكد من جواه ان مفيش حكم هيقول له تعالى اديك انذار. يا جدعان ما انا عمال اضرب من ماتش النمسا وهو ما حدش كلمني، يعني معقول هتيجي تكلموني في ماتش مصر؟ نفس الكلام مع ميسي، عمل اكتر من تدخل عنيف، اشهرهم تدخل ماتش الجزائر اللي كان يستحق طرد مباشر بدون اي تردد، لدرجه ان الاتحاد الجزائري نفسه قدم شكوى رسميه للفيفا. وبالمناسبه لقطه ميسي دي عشان عدت من غير عقاب هي اللي استخدمتها امريكا عشان تقدم استئناف ضد طرد اللاعب بتاعهم بالوجان، وقالوا بالنص لو تم طرد ميسي في تلك المباراه لغاب عن المباريات اللاحقه اللي هي كانت حاسمه لفريقه. فاشمعنى احنا يا ريس؟ ده احنا البلد المستضيفه، والواد بالوجان جايب 3 اهداف في 3 ماتشات، يعني ده البركه بتاعتنا. الواقعه بتاعت امريكا دي هي اللي بتاخدنا لحوار مكالمه انفانتينو وترامب. انفانتينو كتر خيره قال لك المكالمه حصلت فعلا، بس ترامب ما اثرش علينا. احنا قلنا له يا عم ترامب الموضوع خاضع لعمليه قانونيه، وترامب عشان راجل متسامح وطيب وابن بلد قال لك انا بس اتصلت بيهم عشان اقول لهم يراجعوا القرار، لكن انا مش صاحب القرار، انا ما اقدرش اقول للفيفا تعمل ايه وما تعملش ايه. انتوا بتقولوا ايه يا جماعه؟ ده انا راجل غلبان. تخيل معايا يا حبيب الكابتن بلد زي الجزائر اهي قدمت شكوى في ميسي ومحدش يهتم. لو تخيلنا النمسا مثلا راحت تستأنف في اي انذار ليها، او اي منتخب متوسط في البطوله حب انه يعمل نفس حركه ترامب دي، انفانتينو هيقفل السكه في وشه بلا تردد ويقول له ما تتصلش هنا تاني يا حيوان. وحتى لو حصل مستحيل يطلع يتكلم عن المكالمه في العلن بكل فخر كده. بس ارجع واقول لك كل ده ناتج من ثقافه الامريكان العنجهيه والغطرسه، وان العالم ده كله ماشي على مزاجنا وبكيفنا. طب معلش هستوقفك يا كابتن بهاء واقول لك هل معنى كلامك ان الارجنتين عماله تتجامل من اول البطوله؟ هقول لك انها مش بالظبط قوي، بس الفكره انها فرقه صغيره قصاد فرقه كبيره، ودايما بيحصل مجامله للفرقه الكبيره ايا كانت هي مين. يعني ماتش السنغال وبلجيكا حصل فيه مجاملات تحكيميه كتيره جدا لصالح بلجيكا، ابرزهم كانت في هدف العادل بتاع تيليمانس اللي طبعا غير مجرى الماتش. تيليمانس عشان يضرب هيد وياخد افضليه في الارتقاء زق مدافع السنغال بايده وقام مسجل الجون، والحكم سابها عادي برغم انها واضحه، وطبعا ما رجعش للفار. هل معنى كده ان البطوله موجهه لتيليمانس عشان ده لاعب هيجيب لهم مشاهدات كتيره؟ الحقيقه اكيد لا. تيليمانس ابوه بالصدفه عرف انه بيلعب كاس عالم، لكنها افضليه هتفضل مستمره وهتفضل تتكرر. الفرقه الصغيره لما تسجل جون الحكم هيروح ويراجع الفار ويفضل يراجع في الهجمه ويحسب فاول من ايام بدايه الخليقه. ولو الفرقه الكبيره سجلت ولا شفنا الفار ولا نعرفه ولا هراجعه، وادي الهدف اهو انا هحسبه واعلى ما في خيلكم اركبوه. طب هل معنى كلامك ان كده في نظريه مؤامره والامور اصبحت واضحه ونديها نظره الدكتور محمود صلاح؟ والله بص احنا ما ينفعش نستبعد الكلام ده، ومفيش مشكله ان حد يصدق في نظريه المؤامره، لان لما ده اللي بيحصل في العلن وقدام الناس وبيطلع يفتخر بيه انفانتينو وترامب، ما بالك اللي بيحصل في السر. وترامب بالمناسبه واضح جدا من طريقه كلامه عن الكوره انه شخص لا يفقه اي شيء عن اللعبه، لان هو لو فاهم مش هيطلع يتكلم عن المكالمه بالشكل المتعري ده. هو ما عندوش فكره قد ايه هو اخترق قوانين ما ينفعش يتم اختراقها. لكن في الاخر حصل ايه؟ امريكا اتهزمت في ارض الملعب، واتهزمت بسبب قله الخبرات والفنيات، ودي حاجه تحت عنوان ينفع كده يا انفانتينو؟ ما انا يا باشا ما اقدرش ارشي بلجيكا اللي هو احنا عملنا لك كل حاجه بقى، يلا العب كوره. فالطبيعي ان هيحصل مؤامره. ايه المشكله؟ اللي عندك يمنع حدوث نظريه المؤامره، بس الفكره مش في نظريه المؤامره، الفكره الاكبر انها مش معموله عشان خاطر ميسي، لان هدف الفيفا هو اننا نلم اعلى ايرادات
عروضات ممكن نلمها. انفانتينو مش فارق له ميسي ولا كريستيانو ولا هالاند ولا مبابي، لكن هو ده اللي يفرق للجمهور. الجمهور برغم كبر سن ميسي وكريستيانو وموتهم اكلينيكيا في الملعب، لكن ما زال الجمهور حابب يشوفهم بيتنافسوا ويعمل بينهم مقارنات، حتى لو كانت المقارنات دي سخيفه وملهاش معنى. لكن الجمهور مش عارف لسه يتخطى الفتره دي برغم ظهور نجوم على الساحه زي مبابي وهالاند، بس برضه احنا عايزين نشوف ميسي وكريستيانو، مالناش دعوه. ففكره خروج منتخب ميسي وكمان مع البرتغال وكمان البرازيل بتاعه نيمار، اللي حتى لو جاملناها مش هتعرف تكمل في البطوله لان البرازيل محتاجه تدخل عسكري عشان تكسب في الملعب، وامريكا اللي انت جاملتها اصلا بالفعل لكن ما باليد حيله، وفوق ده كله المانيا بتقدم اسوأ كوره لمده 3 نسخ على التوالي. خروج كل الناس دي من دور زي دور ال16 هي خساره كبيره للمشاهدات بتاع كاس العالم، حتى لو المانيا والارجنتين بيلعبوا بمستوى سيء او متوسط، لكن الناس ما زالت مرتبطه بيهم، واحنا اللي يهمنا الناس لان هي دي اللي بتدفع وهي دي اللي عايزه تشوف المنتخبات دي في ابعد نقطه في كاس العالم. اصل مين كان هيهتم يتفرج على باراجواي والسويد مثلا؟ بالتالي الجماهير لو ما شافتش النوع اللي عايزينه فهي خساره للمشاهدات، وبالتالي انخفاض في سعر التذاكر. وعشان اشرح لك بشكل مبسط، تذاكر الماتشات بتزيد وتقل على حسب النجم والفرقه، يعني كان عشان تشتري تذكره في ماتش ربع النهائي بيكون سعرها حوالي 3200 دولار، فجاه التذاكر سعرها نزل وبقت ب 1700 دولار، يعني انخفاض واضح بحوالي نسبه 60%، وده نتيجه مباشره لاحتياجات السوق بعد ما خرج منتخبات جماهيريه زي المكسيك والبرازيل والبرتغال. وبلا شك زي ما اشارت الصحف العالميه، غياب المشجعين المحليين ادى الى انهيار الطلب اكتر، فانت كمان هتطلع الارجنتين معاهم، ده تبقى كارثه. انا كانفانتينو مش فارق لي اي حد بيلعب ومحتاج اي لاعب مشهور عشان يلحقني، والاهم اني الم اكبر فلوس ممكنه من حدث ما بيجيش غير كل 4 سنين مره، لان دي الفلوس اللي المنظمه بتاعتي هتعيش عليها لمده فتره طويله. النهارده الفيفا بتعزز وضعها المالي ووصلت تقريبا ل 9 مليار دولار، فالموضوع كله بيزنس. وايه احسن سيناريو يخلينا نجيب المشاهدات عندنا؟ هو سيناريو وجود ميسي وما تبقى من النجوم. النهائي اللي يكون بين الارجنتين وفرنسا هيلم مشاهدات ضخمه وفلوس كتيره فحت، وهياخد زخم اكتر من اي نهائي على امل تكرار ماتش بقوه نهائي كاس العالم في قطر. وقبل ما نخش نتكلم في ماتش مصر بخصوص يعني السؤال حوالين ميسي، هو ميسي ده صهيوني ولا امريكي ولا يهودي ولا بيحب اطفال غزه ولا يشوف اي محاوله لتلميع ميسي على المستوى الانساني وخلق منه انسان عظيم ملهاش اي 60 لازمه. يعني عايز تشجع ميسي شجعه مفيش مشكله، لان الكره دي هي مجرد لعبه ترفيهيه بتبسطك، طالما ميسي هو اللي بيبسطك خلاص كل شخص حر في النقطه دي، مش هنعمل زي احمد موسى ونتهمك بالخيانه. لكن المحاولات بتاعت اصل ميسي مره يهودي، اصل لا ميسي مره كان في طفل من غزه معدي الشارع راح ميسي حس بخطر على الطفل فشاله على كتفه وراح مرجعه البيت، لا اصل بص ميسي مره كان بيطعم المساكين، كل ده كلام ملوش اي قيمه عند ميسي، وهو مش مهتم بيه ومش عايز يهتم بيه، بل هو اصلا مستفيد من الجدل اللي بيحصل عليه ده، لان باختصار ميسي زيه زي انفانتينو زي اي شخص في المجالات الترفيهيه اللي بتكسب فلوس، وبالاخص مجال كره القدم، كل اللي يهمه انه يجمع اكبر قدر ممكن من الفلوس. لكن موقف معلن وواضح وصريح صعب تلاقي، انت هتلاقيه شويه مع دول وشويه مع دول عشان يلم اكبر قدر ممكن من الجماهير، عشان يعمل اكبر قدر من العقود والاعلانات والرعايه، بالتالي مش هياخد موقف في صف حد ولا ضد حد، وهتلاقيه عادي بيسقف لترامب وهو بيفتخر بحرب ايران، وبعدين بيزور اسرائيل 4 مرات، وبعدين هو بيلغي ماتش ودي ضد اسرائيل. كل المواقف دي طالعه من شخص واحد وهو ميسي. انا بحكي في النقطه دي لان برغم ان الكلام فيها اتقتل من زمان، لكن بعد الماتش ظهر الجدل الغريب اللي بين الناس ورجعونا لايام قديمه قوي، ايام باسم مرسي لما كان بيطلع مع وائل الابراشي، وايام ما كان الفيسبوك ما فيهوش غير لايكات بس. عشان ميسي انا ما بحبوش عشان راح اسرائيل وتصور بالطريقه بتاعت اسرائيل، يعني في ناس كتير يعني هو صهيوني اصلا، هو مش في ناس كتير بتحبه في شعب مصر، بس غير رونالدو بيتبرع كتير جدا، بيروح مستشفى السرطان وكده، وبيتبرع بفلوس لفلسطين، بيتبرع بس الصهيوني شفت بقول لك ايه، انا ايه اللي مطلعني مع الاستاذ وائل الابراشي وانا عندي 20 سنه؟ الحقيقه انا مش بلوم الناس على اندفاعها وتعبيرها عن غضبها بالشكل ده، لان برضو ماتشات كاس العالم دي بيكون فيها ناس مش مهتمه تتفرج على الكوره، لكن في اللحظات دي لازم تتفرج عشان بلدها بتلعب، وبالتالي هنسمع الاراء الغريبه وهنشوف حاجات اغرب، زي ان الناس بتصدق اي حاجه بتتقال لدرجه انهم بيصدقوا فيديوهات انفانتينو اللي بالاي اي. ماذا تفعل يا حكم؟ ميسي متاخر بهدفين وانت بعدك ما مسوي شيء، حرك بسرعه، لا تخرجوا الارجنتين ولا تسمحوا لمنتخب عربي من التأهل. فالطبيعي ان الناس صدقت تصريحات مورينيو وزلاتان وفابيو كابيلو وروي كين وإيفرا والان شيرر، وللاسف التصريحات دي كلها مفبركه، يا اما تصريحات رماديه محايده ومش واخده صف مصر، من نوعيه ان الفرق الكبيره بتستفاد من الاخطاء دي عادي، الحكم ما كانش موفق في اداره الماتش، والله قرارات الحكم بتفتح باب كبير للنقاش، بس اصلي ما كانش ينفع يرجع للفار يعني، وغيره من التصريحات العاديه جدا واللي ما فيهاش انحياز ناحيه مظلوميه مصر. بس من وسط كل التصريحات دي التصريح الوحيد الحقيقي
الحقيقي واللي تم التاكد منه هو تصريح ألان شيرر اللي انتقد الحكم وقال هدف زيكو ما ينفعش يتلغي، وان الحكم كان مزدوج المعايير في حكمه وكل قراراته بتثير الشبهات. اوعى تكون فاكرني بلوم الناس اللي صدقت، الناس في لحظه غضب وبالتالي طبيعي انها تعمل اي حاجه، لكن المشكله بقى في اللي فبرك التصريحات دي وعمل منها شو رخيص على الفاضي وبروزها. وتخيل معايا شخص بسيط بيتفرج ملوش في الكوره وعارف شهره نجم زي ابراهيموفيتش مثلا، هيصدق كلامه ومش هيجري يدور على مصدر، وده كله تحت بند انه متضايق. ده مش بس اهم ماتش في تاريخ الكره المصريه وفي دور مهم في كاس العالم عمرنا ما وصلنا له، ده كمان السيناريو صعب جدا انك تتقبله بسهوله. ابراهيم فايق مثلا من كام سنه فاتوا كان شايف ان راموس قابض ثمن اصابه محمد صلاح، عادي تصريح مندفع بسبب ان الناس كتير بتحب صلاح وكان نفسها تشوفه بيلعب الريال وبيرفع دوري الابطال. اصل مين هيقبض راموس وهيديله كام يعني، واشمعنى صلاح؟ وابراهيم نفسه لو شاف الكلام ده هيقول انا قلت كده ليه، او هيتفهم ان السبب هو مجرد حماس زياده زي ما حصل مع باسم مرسي كده. بخصوص بقى النقطه المنتشره في كل الكومنتات بتاعت هو الحكم اللي سجل 3 اهداف يعني، ولا يكونش انفانتينو هو اللي رفع عرضيه الهدف الثالث مثلا. والله احنا اكيد وحسام حسن كذلك عارفين كويس ان نقطه الحكم مش هي بس اللي خسرتك الماتش، وان في نقط كتير خسرتك. بس قبل ما نجاوب هنستخدم الاول تصريحات ميسي بعد ماتش الارجنتين والبرازيل اللي ميسي كان غاضب ومندفع فيها تماما زينا، وعشان يفش غله ناحيه الكل طلع الغل ده في التحكيم وفي اتحاد امريكا الجنوبيه. وبالمناسبه ميسي فعلا اتظلم في الماتش ده. المهم ميسي قال لك ايه بقى؟ بعض الامور تسبب لك التوتر وبتطلعك من الماتش، فانت ترى ان الحكم ليس عادلا، لم يستخدموا تقنيه الفار، اتخذ الحكم قرارات خاطئه دون الرجوع الى التقنيه، هذا امر فظيع، الحكام ما ظهرتش اي احترام لينا، وده بالظبط اللي حصل لمنتخب مصر، الحكم ما اظهرش اي احترام في اداره المباراه. يعني هنقول ان قراراته في منها الصح وفي منها غلط، بس انت لما تكون طالع انفراد زي ده ومتحمس وفجاه الحكم يقول لك لا 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 تعالى في فاول، مش ده هيكبتك ويضايقك نفسيا؟ لما تحس ان روميرو وماك اليستر استباح ليهم يضربوك والحكم ما بيرفعش انذار حتى، وبعدها بشويه تلاقي اكتر من فاول لمصلحتك مش بيتحسب، ولما تسجل هدف من هجمه مرتده، واحده من احلى الهجمات المرتده اللي اتعملت في كاس العالم ويمكن احلى من بتاعه بلجيكا قصاد اليابان، وفجاه تلاقي الحكم بيرجع لفاول من بدري قوي وفي نفس الوقت ما بيراجعش غلطات الارجنتين بنفس القدر من المراجعه، مش دي قله احترام وسوء اداره برضو؟ وطبعا كل دي عوامل توتر وبتخرجك بره الماتش لانك بتحس انك الطرف الاضعف والمظلوم. بالمناسبه حكم الماتش هو اللي كان بيحكم ماتش بنفيكا وريال مدريد، وقتها فينيسيوس اشتكى ان لاعب بنفيكا قال له كلام عنصري، واللاعب عشان يداري الكلام العنصري ده قام حاطط ايده على بقه. نتيجه للسلبيه بتاعه الحكم الفيفا اصدر عقوبه مشدده لاي حد هيغطي بقه، وقالوا انها تطبق في كاس العالم اللي جاي. ماك اليستر اهو بيكرر نفس الفعل قصاد نفس الحكم في ماتش مصر والارجنتين ومحدش رجع للفار ولا خد قرار، وده نبذه بسيطه انه فعلا من الحكام السلبيه واللي ما كانش ينفع تدير ماتش بالحساسيه دي. بعيدا ان قراراته كان في جزء منها صح زي ان الجول عادي يتلغي لانها فعلا فاول وصلاح كورته ما هياش ضربه جزاء، بس طالما انت بتراجع شغلك صح كده اعمل نفس المراجعه اللي فيها ضمير دي مع الارجنتين. ما تحسسنيش ان احنا فرقه حقيره ملهاش حق في ده، لان مش دي الحالات اللي اثرت على الحاله النفسيه للعيبه. زي ما قلت لك مرتده صلاح دي بتقتل الروح والحماس اللي جواك وانت بتلعب. اللعيبه اصلا كتر خيرها ان بعد الغاء هدف بالحلاوه دي وهجمه بالتنظيم ده انهم عرفوا يكرروها تاني. وبرده ما ننساش في المقابل ان الكوره بتاعت حمدي فتحي لو انت لجأت للقانون فهي طرد ومفروض تتحسب. الحكم مثلا لو كان رفع كارت انذار واحد زي مولينا لما ضرب امام عاشور وغيره من مواقف ضرب كتير حصلت كان هيحجم لعيبه الارجنتين ويخلي التحاماتهم اقل واهدى من كده، وبالتالي هيعرف ياخد قرارات بشكل اصح. بس هو ساب لهم الدنيا يعملوا اللي هم عايزينه. طب يا كابتن بقى عمال تقول لنا ارتباك ارتباك ارتباك، ايه اللي بيحصل للمنتخبات الافريقيه بيوقعهم نفسيا اخر 10 دقائق بالشكل ده؟ شفنا الحوار يعني اتكرر مع السنغال وكوت ديفوار والكونغو ومش فاهمين في ايه. ده سؤال حلو، خلينا نطلع من حوار الحكم. اجابه الموضوع ده هتاخد كذا سبب. اول سبب معانا ان اللعيبه في دماغها عندها لحظه بتسابق لحظه، ما بين لحظه فعليه بتحصل ولحظه لسه هتحصل في المستقبل. يعني ايه يا كابتن افلاطون؟ يعني مثلا لاعب من الكونغو قصاد انجلترا كسبان لحد الدقيقه 75 بيفضل طول ال 75 دقيقه بيقول يا سلام تخيل واحد بقى وهو كسبان انجلترا والصحافه هتتكلم عني واهل الكونغو هيشيلوني من كتر الفرحه وهطلع في برنامج منى الشاذلي الكونغوليه وهروح اغيظ عمتي عشان انا فلحت وابنها ما فلحش. ودي حاجه بتحصل فعليا لاي حد بيكون على بعد خطوات بسيطه من اي انجاز كبير او اعلى من طموحه، ودي تعتبر حاله من حالات التشتت الذهني. في المقابل بيكون هاري كين هو وزمايله مركزين بالكامل ومش عايزين يخرجوا من دور مباكر زي ال 32 لان هم ببساطه من المنتخبات المرشحه انها تاخد البطوله، ودي طبعا هتكون فضيحه بالنسبه لهم. فمش بس بيكون عنده حضور وتركيز اقوى من اللي قدامه، ده كمان بيلعب بكل طاقته. طب هل التشتت الذهني هو بس السبب؟ اكيد لا، بيحصل طبعا انهيار بدني زي ما انتم عارفين، بس برضه مش ده السبب الوحيد. انت عندك كمان غياب فكره الشخصيه، يعني ميسي واصحابه واخدين كاس عالم قبل كده، فشتان الفرق بين فرقه اول مره توصل الدور ده في تاريخها وعايزه تحقق انجاز وما بين ناس وصلت للنهائي وفضلت تناطح ترسانه فرنسا لحد اخر نفس. سبب تاني كمان هو العدوى اللي بتحصل لما لاعب يرتكب خطا مؤثر فبينقل احساس التوتر لكل زمايله، وبالتالي الفرقه بتبقى تايهه. زي حارس السنغال اللي طلعه مش مفهومه، الحارس من كتر ما هو خايف يخش فيه جون طلع وساب جونه وبالتالي اتسجل هدف في مرماه. وزي عندنا في منتخب مصر غلطه هجمه مرموش وغلطات تريزيجيه المتكرره، اللي انا مش بلوم حسام حسن انه نزل تريزيجيه قد ما بلوم تريزيجيه شخصيا، لان تريزيجيه كان نازل بادوار دفاعيه عشان كريم حافظ كان واضح جدا انه واقع بدني زي ما حصل معاه في ماتش استراليا. والارجنتين بدات تلعب عرضيات خصوصا بعد تبديل لوتارو، واللعب كله اتنقل على جبهه كريم عشان
طبعا يستغلوا ان هو واقع بدنيا، فتريزيجيه بدل ما يغطي معاه ويقفل معاه الجبهه، تريزيجيه اندفع لقدام وساب كريم لوحده، والكره اتلعبت في ظهره اكتر من مره، وساب مساحه لاي حد عايز يرفع اي عرضيه، يلا اتفضل. ومحدش فاهم تريزيجيه اندفع لقدام ليه. انت متخيل ان تريزيجيه بيعمل كده قصاد خصم قوي زي الارجنتين، خصم عارف كويس امتى يندفع وامتى يقتل الماتش؟ كمان قله خبرات بعض اللاعبين برضه من ضمن الاسباب. مدرب زي دي سابر اللي هو مدرب الكونغو حسب كلام المقربين منه هو مش شخص طموح ومش عايز يتطور، ورافض فكره انه بيدرب انديه ومنتخبات وسط. وتعشت يا باشا، انا وصلت دور 32، الف حمد وشكر، احنا في نعمه، ولو خسرت ما انا خسرت قدام انجلترا، ايه المشكله يعني؟ وبالتالي هو ما عندوش الخبره الكافيه عشان يدير ماتش زي ده. اديك سبب تاني اجدد من كل اللي قلته، وهو ضعف جوده البدلاء لاغلب المنتخبات الافريقيه، ان ما كانش كلها مقارنه بالمنتخبات الكبيره. يعني انجلترا مثلا تقدر تنزل جوردن يعمل اسيستين لهاري كين، مصر برضو نفس الوضع، ومع تعب هيثم حسن ما كانش عندنا اي لعيبه تنزل تعمل نفس ادواره او تدينا نفس الشكل الهجومي اللي هو كان عامله. يا جماعه الحوار مكرر كتير جدا، ومش حصري لاول مره في كاس عالم 2026، لا ده حصل مع غانا في 2010، وحصل مع كوت ديفوار في 2014، وحصل مع نيجيريا قدام الارجنتين في 2018، وهي نفس العوامل ونفس المشكله. الفكره ان الاسباب اللي بقول لك عليها دي دايما بتحصل في اخر وقت من الماتش، فتخيل ان دماغ المدرب ودماغ اللعيبه المفروض تستوعب الكم الكبير من كل الضغوطات دي في الوقت القليل ده. الحكم جه علينا في كذا لقطه، ده اكيد مفروغ منه، لكن حسام حسن برضو كان متوتر في اخر دقايق، ومع توتر اللعيبه على كام خناقه حصلت من هنا ومن هنا، كانت قرارات اللعيبه مصحوبه بالخوف والقلق. ونفس الكلام ينطبق على قرارات حسام حسن اللي ما كانتش في محلها قوي. وده ما يمنعش ان حسام حسن عامل بطوله فوق الممتازه، لكن كان واضح جدا ان الارجنتين ما عندهاش اي لاعب بيجيد التسديد من بره، فبالتالي المفروض تنزل لعيبه عشان تقفل العمق بتاعك، وارميهم كلهم ورا والعب جيم دفاعي مقفول، وقفل عليهم فكره العرضيات. كل اللي انت شايفه للارجنتين من هجمات واهداف والعوده اللي عملوها دي عباره عن ايه؟ ما هي الا مجرد عرضيات، وياسر ابراهيم بيسرح في كل عرضيه هو ورامي ربيعه، واللعيبه بتهرب من وراهم وبتستغل السرحان ده. فانت طبعا كان قدامك وقتها حلين، الحل بتاع كريم حافظ وتريزيجيه انهم يغطوا الجبهه مع بعض عشان ما حدش يرفع اصلا عرضيه، وده طبعا تريزيجيه بوظه زي ما قلنا، او تزود العمق بانك تحط مدافع ثالث وتخلي اي حد موجود يرجع يدافع ورا. صلاح مثلا كان المفروض يرجع يدافع، لان لعيبه الارجنتين بتفتقر للحلول الهجوميه، هم مش حافظين اي جمل تكتيكيه، وميسي كان مختفي طول الماتش، ودي حاجه صعب حد ينكرها، لان انت كنت مركز طول ال 79 دقيقه وكنت عارف تحجمه كويس. اول ما غاب التركيز ده، ولان ميسي بيلعب بما تبقى من اسمه عشان مش ده اعظم والاقوى اداء لميسي، اللعيبه للاسف سابته يظهر في اخر وقت. وللاسف برضه حسام حسن ما قابلش النوع ده من الماتشات كتير، ويمكن دي اول مره في حياته، ودي حاجه ما تعبوش. صعب جدا وقت الضغط انك تاخد قرارات حكيمه، لان ده مش شيء فطري، دي حاجه تعتبر زي مهاره بتكتسبها مع الممارسات الكتير. ويمكن اللي قابل النوع ده من الماتشات عندنا لعيبه تتعدى على صوابع الايد. يعني تعامل كيروش في ماتش الكاميرون مثلا، البطوله اللي بتتلعب على ارض الكاميرون، عشان يحجم الحكم ويعمل لقطه تتبروز في الصحافه والاعلام، كيروش عمل ده كله لانه شاف النوعيه دي كتير، وعدى عليه ماتشات فيها تحيز تحكيمي للفريق اللي بيستضيف البطوله. مصر شخصيا في بطوله 2006 عشان كانت هي البلد المنظمه ما اتحسبش ضربه جزاء عليها في ماتش السنغال، في لقطه واضحه جدا للاعمى اعترف فيها ابراهيم سعيد انها فعلا ضربه جزاء. انا هنا مش بقارن كيروش بحسام حسن عشان ما حدش يفهمني غلط، احنا كده كده متاكدين اننا ما خسرناش بسبب الحكم بنسبه 100%. الحكم ظلمنا، نصدق في نظريات الجدار الرابع والمؤامره بتاعت محمود صلاح، بس انت برضو كنت قريب وضيعت المكسب منك. احنا بنتكلم في ان احنا كسبانين 2-0 لحد الدقيقه 79. كده كده احنا قلنا كل الاسباب الفنيه اللي كانت سبب في وقوعنا بالشكل ده، لكن الاهم واللي لازم نوضحه ان الموضوع ملوش اي علاقه برفع علم فلسطين، برغم اننا في احقر دوله وهي امريكا، ورئيسها هو اقذر بني ادم انت ممكن تشوفه، بس يمين يامال رفع علم فلسطين قبل كده وتهاجم من كل الصحافه العالميه والمحليه، والراي العام في اسبانيا اغلبه ضد اللاعب، بس بالرغم من ده كله هو اللاعب رقم 1 في منتخب اسبانيا، والمنتخب من غيره ما يقدرش يلعب وبيتاثر جدا بغيابه. فالروايه بتاعت فلسطين دي مستبعده تماما، وده ما يمنعش طبعا ان حسام حسن عمل موقف تاريخي هنتكلم عنه في حلقه لوحدها. خلصتوا صياح، نتكلم دقيقتين بالعقل بقى. الزيطه خلصت، تعال اقول لك ايه سبب ضياع الماتش. خلصونا من الصداع ده يا جدعان، دي مجرد كوره يعني. من احقر الحاجات عدم احترام العاطفه واختيار التوقيت اللي بتختفي فيه مساحه كبيره للعقلانيه، واستعراض كلام منمق مرتب عبيط لاعطاء حدث عاطفي كبير شديد التعقيد شويه اسباب تجريديه بالاي اي لاظهار فكره ان انا موجود وبقول رايي ومختلف عنكم. هتقول لي الكوره هي وسيله ترفيهيه، هقول لك متفق معاك. هتقول لي ما ينفعش تكون المحور اللي واخد تفكيرك، هقول لك برضه متفق معاك. لكن احنا قدام مواطن بسيط بيقعد على القهوه لا يعنيه اي عنصر من كل العناصر العقلانيه دي، ولا التكتيك ولا الفنيات ولا الكلام ده، ودي اقرب حاجه لهويتنا المصريه. استعرض بذاكرتك اقوى ماتش لينا تاريخيا، هتلاقي العنصر الاول والاخير كان نفس بحت، سميه الروح، العزيمه، الرجوله، مش مهم. الوعي التكتيكي لمعظم اللعيبه في الدوري المصري اقل بكتير من انه يستوعب التطورات اللي حصلت في الكره الحديثه، اقل بكتير من انه يستوعب خبرات لعيبه بلجيكا اللي جزء كبير منهم محترف في اكبر دوريات العالم. لكن لما نزلنا الملعب كنا احسن من لعيبه بلجيكا في اكتر من لقطه، وهي دي الروح والعشوائيه المدروسه اللي بتادي كتير لنتائج عظيمه. يا معلم عارفين انها مجرد
الكوره، واللي هي جمله ساذجه بالاساس ملهاش معنى، ولكنها وحدت كل موظف رمى كل شيء وساب قلبه قدام الشاشه، وستات البيوت اللي مش فاهمه حاجه ولكن قلبها مع اللي بيلعبوا كانهم اولادها، وجيل جديد حس بالانتماء اخيرا لاول مره في حياته، لانه ما شافش مصر وهي بترفع 3 افريقيا. واحتفل يا سيدي مفيش مشكله، تشجع الارجنتين، تشجع انجلترا، تشجع اسبانيا، كل ده في الاخر تحت بند الترفيه، بس ما تجيش عند مشاعر الناس وتحاول تبين انك عقلاني. يعني مثلا ما يكونش والدتك متضايقه بسبب ان اخوها تعبان فانت تيجي في وشها وتقول لها بامو بامو، او تحاول تقول لها ده انت العاطفه سايقاكي. صدقني الناس عارفين بس ده مش بايديهم، لان الحدث وطني وعاطفي وبيستهلك من مشاعر اي بني ادم، عشان دي ما هياش خناقه ريال مدريد وبرشلونه ولا اهلي وزمالك، ده ماتش ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده، والكل خايف انه ممكن ما يتكررش تاني بعد كده، بس ان شاء الله يتكرر ويكون دي مجرد البدايه. احنا قدامنا فرصه حلوه جدا اننا نصلح اللي وقعنا فيه من اخطاء ونبني على كل الكلام ده، وعندنا اكتر من بطوله نقدر نختبر فيها المنتخب، زي مثلا كاس الامم 2028 واولمبياد 2028 وكاس العرب وغيره من بطولات الناشئين، وفي لعيبه كتير ممكن مستواهم يتطور ويعلى واحنا عندنا امل ناحيتهم، زي حمزه عبد الكريم وهيثم حسن ومحمود صابر وشوبير وغيرهم اكتر، ولعيبه خلاص عرفنا انها كبرت وكسرت ال30 وقتها خلص وما عندهاش اي حاجه جديده تقدمها زي ياسر ابراهيم، وعندنا مدربين واعدين وسنهم صغير زي محمد الشيخ مثلا، ونوفر لهم بيئه حلوه ناجحه عشان تبقى هي دي بجد بقى نقطه البدايه. يا جماعه احنا النهارده مسجلين 8 اهداف في كاس العالم ووصلنا لدور مهم ومتقدم بعد ما كان مجدي عبد الغني بيذلنا بهدفه اليتيم، احنا كنا قريبين بس اهو اللي حصل، والسلام عليكم. خسرك ناس كتير، اقسم بالله بالملايين هتخسر ناس كتير وانا اولهم، والله العظيم هتخسر ناس كتير وانا اولهم، والله ما بقت تفرق معايا، اقسم بالله عمرها ما بقت تفرق. كل تيشيرتاتك هتتحرق، كل تيشيرتاتك، مش انا بس اللي هحرقها، ناس كتير. خلاص، سلام.